السلام عليكم غزالات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله نشارك معكم حلوه الدوازاتاي سهله وبدون زبده ومكونات اقتصاديه، كتجي هشيشه ومشققه وكتذوب في الفم. انا اكيد اذا جربتوها غادي تعجبكم. اذا كنت اول مره كتشاهدوا القناه ديالي ما تنسوش تنضموا لها والضغط على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نخليكم مع المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات البنات غادي نحتاجو جوج ديال البيضات، غنضيف عليهم كأس معمر ديال السكر، وغنضيف ايضا قشور ديال الحامض للتنسيم. اللي ما بغاتش تنسم بالحامض تقدروا تعوضوها بالفاني. صراحه انا كنفضل الحامض، كيعطي واحد المذاق مزيون بزاف للحلوه ديالنا. صافي غادي نحاول انني نطرب هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كينسجموا وكيذوب لي السكر. كنطرب حتى كيتبدل لي اللون ديال البيض كيف غتلاحظوا معايا. صافي من بعد ما كيرجع لي لهذا الشكل هذا غادي نجيب نصف ديال عصير الحامضه اللي حكيت. عصرت واحد النصف ديالها وضفت عليهم باش يجيني المذاق ديال الحامض مركز في الحلوه. صافي ضفت هنايا كأس معمر ديال الزيت، غادي نعاود نخلطو مزيان مع المكونات على هذا الشكل هذا. وغادي نضيف نصف كأس ديال النشا. بالنسبه لهاد النشا هي اللي كتعطينا واحد الهشاشه، الحلوه ديالنا كتجي هشيشه. وضفت 8 غرام ديال خميره الحلويات. صافي غادي نجمع هاد المكونات بالفوي حتى كتنسجم النشا مع المكونات اخرين. وصافي غادي نبدا نضيف مباشره في الدقيق. في الاول غادي نضيف 3 ديال الكؤوس ما يعادل 300 غرام، وبطبيعه الحال من بعد ما كنغربلو. وصافي غادي نبدا نجمع العجينه ديالي. بالنسبه للعجينه ديالنا خصها تكون مرخوفه واحد شويه، يعني تبقى كتلصق شويه في اليد. هنا كيف لاحظتوا العجينه ديالي باقي خصها دقيق، لذلك غادي نجيب الكأس الرابع وغادي نبدا نضيفه بالتدريج. كنضيف شويه بشويه حتى كنتحصل على القوام ديال العجينه اللي بغيت. هاد الكأس الرابع تقريبا ضفته كامل، بقى لي منه واحد المعلقه كبيره. صافي كنجمع العجينه ديالي على هاد الشكل هذا. هانتوما كنتحصل على العجينه كتبقى كتلصق شويه في اليد. هذا هو القوام ديالها. حاولوا انكم تخليو العجينه شويه كتلصق في اليد باش تجي لكم هشيشه. صافي هنا غادي ندوز مباشره باش نشكل الحلوه ديالي. كنشكلها على شكل كويرات. بالنسبه لي انا عملت كويرات ستيتوين هنايا، وانتم كيبقى لكم الاختيار، تقدروا تكبروا ولا تصغروا في الحجم ديال الكويرات ديالكم. حاولوا انكم تعملوهم في نفس الحجم. صافي كنستمر على هذا الشكل هذا حتى كنسالي التشكيل ديال العجينه ديالي كامله. صافي هنايا للتزيين جبت الكاوكاو، كنحاول اننا نوضع واحد الحبه في الوسط على هذا الشكل. وبطبيعه الحال تقدروا تعوضوا الكاوكاو بالمكسرات اللي بغيتو نتوما، بحال اللوز مثلا، حتى هو كيجي مزيون. بالنسبه لطريقه الطهي ديال البنات كنشعلوا عليها النار من الفوق حتى كتشقق لنا، عاد نشعلوا ليها من تحت باش كتحمر. بالنسبه للناس اللي عندهم الفران اللي كيشعل من الفوق ومن التحت غادي تشعلوهم بجوج بهم، وغادي تردوا معها البال من الفوق، غتخليوها تتشقق وتاخذ واحد اللون الذهبي ومن بعد كتخرجوها. صافي هنايا من بعد ما خرجت الحلوه ديالي من الفران كنحاول انني نعملها في طبق التقديم على هذا الشكل هذا. وبطبيعه الحال غادي نفتح معكم وحده باش تشوفوا القوام ديال الحلوه ديالنا كيفاش كيجي. ها نتوما كيفاش كتجي الحلوه ديالنا، كتجي مشققه وكتجي هشيشه وكتذوب في الفم. هانتوما هذا هو القوام ديالها. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش في تعليقكم او لايك للفيديو، وكذلك تشتركوا في القناه اذا كنتوا باقي ما مشتركينش.
شكرا على المشاهدة، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله.